عملت رحلة للأهرامات مع المدرسة. انبسطت في الرحلة؟ بس أنا سمعت شوية كلام غريب. ايه كلام ايه؟ إن الأهرامات دي مش مقابر الملوك، فقلت لازم أسأل حضرتك هل الكلام ده حقيقي؟ لا، المعلومات دي غلط خالص يا حمزة. الأهرامات هي كانت مقابر للملوك من أول الأسرة الثالثة، من أول الملك زوسر اللي عمل الهرم المدرج في سقارة، وبعديه الملك سنفرو من الأسرة الرابعة عمل أول هرم كامل، وابنه الملك خوفو اللي عمل الهرم الأكبر اللي انت رحته واتبسطت بيه. واستمرت فكرة الأهرامات دي لحد ملوك اسمهم ملوك الدولة الحديثة اللي خافوا من سرقة المقابر بتاعتهم، فحفروا المقابر في جبال. الجبال دي موجودة في الأقصر، اسمها مقابر وادي الملوك. طب هي ليه الأهرامات ليها الشكل ده؟ بص، في آراء كتير بتتكلم عن الموضوع ده، بس أبسطها إن الأهرامات بالشكل الهرمي ده مرتبط بأشعة الشمس. أشعة الشمس لما بتشرق بتعمل شكل شبه شكل الهرم، والشمس كان ليها تأثير كبير على المصريين القدماء، كانوا بيحبوا الشمس وكانوا بيقدسوها، عشان كده شكل الأشعة دي خدوا منها شكل الأهرامات. طب أنا سمعت كمان إن مش المصريين القدماء، إن هما مش اللي بنوها، إن اللي بنوها فضائيين أو يهود، بس أنا مش بعرف أرد. لا، أنا هعلمك إزاي ترد. طبعا الكلام ده كله غلط. اللي بنى الأهرامات واللي بنى الحضارة المصرية كلها مصريين 100%. طب احنا عرفنا الموضوع ده ازاي يا حمزة؟ عرفناه عن طريق اكتشاف عملناه سنة 1990. مجموعة من المقابر جنب الهرم اسمها مقابر العمال بناة الأهرام. العمال دول كل أساميهم أسامي مصرية، كلهم مصريين اشتركوا في عملية بناء الهرم. وده أي حد يقول لك اللي بنى الأهرامات واللي بنى الحضارة مش مصريين، قول له اللي بنى الأهرامات واللي بنى الحضارة مصريين 100%، عشان اكتشفنا المقابر بتاعتهم اللي اسمها مقابر العمال بناة الأهرام. لما تروح الهرم المرة الجاية باخدني معاك. شكرا يا دكتور، أنا فهمت. جميل.